بعد اخر ماتش بتاع ريال وبنفيكا اللي حصل فيه الواقعه بتاعت فينيسيوس اللي كان في دوري الابطال اللي فيها لاعب بنفيكا قال بعض الكلمات العنصريه لفينيسيوس على حسب وصفه، يعني الاي فاب في الاجتماع العام اللي بيعملوه كل فتره كده طلعوا بقرار مفاجئ عايزين يعملوه في الكوره، فقالوا ان اللعيب اللي هيحط ايده على بقه كده ويتكلم مع الخصم ممكن اللي هو يتعاقب، وان هم عايزين هم يدرسوا القرار ده ويشوفوا ايه الاجراءات المناسبه اللي ياخدوها لو لعيب عمل كده علشان يحاولوا قدر الامكان اللي هم يقللوا من العبارات العنصريه اللي بتتقال بين اللعيبه وبعضها. بس الفكره يا اخي ان لاعب بنفيكا بريستياني هو فعلا اتعاقب وتوقف ماتش واتفتح معاه تحقيق كمان. بس الفكره يا اخي ان الاي فاب عايزه اللي هي تمنع العنصريه تماما، مش بس لما اللعيب يغلط يتعاقب. يا اخي قبل ما نبدا عايز اقول لك بس ان احنا بنصور هنا في كريتورز ستوديو، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت لو عايز تقول لنا اي حاجه على البرنامج او حتى اي برنامج تاني. فخد الانترو وتعالى عشان احكي لك. يا ريت انا بصراحه يا ريت أنا. اقعد يا جبل اقعد يا جبل. وكل الخوف على اللي جاي مش على اللي بعد كده. تيبو كورتوا يا اخي لما سمع القرار اللي انا كنت لسه بحكي لك من شويه ده قال ان هو مرحب بان ده يتطبق لما اللعيب يحط ايده على بقه يتعاقب، بس قال برضو ان الفكره ان في القضيه بتاعت فينيسيوس دي بالذات الموضوع صعب لان اللعيب كان ساعتها مغطي بقه بالتيشيرت، فبالتالي احنا هنا نتحط في حته انا قلت وانا ما قلتش، فلازم ساعتها نصدق حد ونكذب الاخر. وكورتوا كمل وقال ان احنا كريال مدريد احنا مع فينيسيوس 100%، لكن على الناحيه الثانيه نادي بنفيكا هيعمل كده برضه مع اللعيب بتاعه، فعشان كده احنا سايبين الامر لليويفا والمؤسسات المسؤوله عن اتخاذ القرارات في الحاجات اللي شبه كده، وكده كده راضيين بالقرار. بس السؤال بقى يا اخي، هل قرار ان لما لعيب يحط ايده على بقه يتعاقب ده قرار كويس؟ يعني النوايا بتاعته اوكي مفهومه، هم عايزين هم يقللوا العنصريه من كره القدم، لكن هل تطبيقه ده هيبقى سهل او هيبقى مناسب؟ يعني في وسط الدوشه والفوضى اللي بتحصل في ماتشات الكوره وال 22 لاعب اللي من الفرقتين اللي بيجروا حوالين بعض، هل الحكم هيبقى قادر في وقت ما اللي هو يميز اذا كان اللعيب ده بيتكلم مع اللعيب من الفرقه بتاعته ولا لعيب من الفرقه الثانيه، وحتى لو كده بيقول ايه؟ اعتقد صعبه. حتى لو في فار، هل الحكم هيبقى عارف اللي هو يروح الفار يقرا شفايف اللعيب اللي اتكلم ويحللها؟ طب يا عم ولو حصل كده، هل الحكم هيبقى عارف سياق الكلام اللي اتقال فيه الجمله دي اللي اتبلغ بيها لو هو محتاج يروح الفار علشان يشوف اللي حصل؟ ما هو ممكن يكون السياق مختلف، فبالتالي الجمله دي في سياق تاني تكون عادي، لكن في سياق مختلف تكون حاجه عنصريه موت اللعيب ياخد فيها اعدام عادي. طب يا عم فكك من كل ده الحكم. طب اللعيبه نفسهم بقى متعودين ان هم بيعملوا الحركه دي كل ما بييجوا يتكلموا، ومش هم بس، هم والمدربين والناس اللي شغاله في النادي وحتى الحكام ساعات لما بييجوا يتكلموا معاهم بيعملوا الحركه دي. ومش بس كده، ده في عيال بتلعب خماسي من غير ولا كاميرات ولا جمهور ولا اي حاجه، ولما بييجوا يتكلموا مع بعض على فاول بيتكلموا كده، فالحركه بقت حركه شعبيه وكل لعيبه الكوره بتعملها. طب يا عم خلينا نسال سؤال تاني، هو ليه اصلا لعيبه الكوره لما بييجوا يتكلموا بيحطوا ايديهم على بقهم؟ هقول لك يا اخي تعال احكي لك. فزمان الموضوع ما كانش منتشر زي دلوقتي، بدليل مثلا ان في 2006 في الفاينل بتاع كاس العالم ماركو ماتراتزي لما حب اللي هو يستفز زيدان شويه فراح قال له شويه كلمات بس من غير ما يداري بقه، وكان شفته باينه عادي والناس بعديها عرفوا هو كان بيقول له ايه، طبعا قبل ما زيدان يناوله بالزلبط. ومش بس كده، مثلا في سنه 2000 في الفاينل بتاع اليورو اللي فرنسا كسبته قصاد ايطاليا 2-1، بعد الماتش ديدي شامب كابتن منتخب فرنسا كان واقف مع روجيلو مير المدرب بتاع منتخب فرنسا ساعتها، والاثنين وسط اجواء الاحتفالات والدوشه الكتير اللي حواليهم كانوا عمالين بيتكلموا مع بعض، بس النقاش كان جد شويه. فيا معلم النقاش ده مش مناسب خالص للاحتفال اللي في الخلفيه. طب والنقاش ده كان عن ايه بقى يا عم المتفرج؟ انا هقول لك. ساعتها ديدي شامبي كان بيفكر هو يعتزل دوليا لان هو شايف ان خلاص هو دوره كده مع الفريق انتهى وكسب كاس العالم بعديها اليورو، فخلاص انا مش قادر ان انا اقدم حاجه تاني. لكن على الناحيه الثانيه روجيلو مير كان محتاجه وبيقول له لا وانا عايزك تاجل القرار، بس ساعتها كان بيقول له لا ده مش وقت اللي احنا نتكلم فيه اصلا، احنا دلوقتي بنحتفل نتكلم بعدين. وساعتها ديدي شاب انفعل شويه وقال له لا وده قراري وانا من حقي ان انا احدد طريقي وانا زهقت من الطريقه اللي انت بتستعمل بيها دي، وراح مديله واحده فقف بس بالفرنسي. طب يا صاحبي الفيلم الهندي اللي انا بحكيه لك ده احنا عرفناه منين؟ هقول لك يا اخي ان ساعه البطوله كان في قناه فرنسيه اسمها ال سي اي، القناه دي كانت مستغله ان المناقشه اللي كانت ما بين الاثنين باينه قوي على التلفزيون، وراحت جايبه خبير قراءه شفاه علشان يحلل كل حاجه كانت بتتقال ويقدر هو يطلع بالمناقشه كامله. اهو موقف زي ده بقى يا معلم مستحيل نشوفه دلوقتي في الكوره، مستحيل نشوف نقاش سري جدا ما بين اللاعب والمدرب، حاجه زي كده موجوده دلوقتي في وسط كل الجماهير اللي بتبقى موجوده والكاميرات والمايكات اللي بتبقى في كل حته في الاستاد وكل الحاجات دي. وحاجه زي دي يا اخي هي اللي بتخلي اللعيبه لما يجوا يتكلموا مع زملائهم بيحطوا ايديهم على بقهم زي كده،
لاني وسط الدوشه دي كلها انا لو عايز مثلا اقول لزميلي حاجه سواء بقى على تكتيك فاول هنشوطه او حتى شعور للاعب جواه عايز اللي هو يشاركه مع زميله، وده مثلا نفس اللي حصل من جولتين ثلاثه مع ديكلان رايس لما كان بيلعب توتنهام في البريمير ليج. فالجمهور ساعتها علشان يستفز ديكلان رايس وهو بيلعب الكورنر راح رفع على الموبايل صوره مراته وقعدوا يقولوا كلام على مراته، وديكلان رايس فعلا اتعصب من ده، وبالرغم ان هو فعلا اتضايق وانفعل وتعصب بس كان كل ده جواه وما طلعش اي حاجه بره، لغايه لما بعد ما الماتش خلص راح يتكلم مع مدرب من المدربين بتوع ارسنال وساكا، وكان برضه مداري بقه بيتكلم اني انا ده ضايقني وكنت مضغوط بسبب ده، بس برضه ساعتها اتلقط وتعرف هو كان بيقول ايه، والمره دي مش بس من الكاميرات لا ده من المايكات اللي برضه بتبقى محطوطه في الملاعب علشان تلقط صوت الكوره وهي بتتباص او بتتشوت او ايا يكن. وكل ده اللي هو ما غلطش في حاجه، هو بس كان في شعور جواه مضايقه واصفح عنه. وعشان كده برضه يا اخي في 2021 في لاعب من الدوري الانجليزي ادى تصريح كده من التصريحات اللي بيدوها للصحفيين بس بشكل مجهول، قال لهم ان الامر ده دلوقتي هو خطر علينا جدا، لان زمان الحوار ده لما كان بيحصل الناس كانت اخيرا هي تتكلم في البارات مثلا او في النوادي او في الشغل او كده، لكن دلوقتي انت لو حصل حاجه ممكن بعدها بكام ساعه تلاقيها مغرقه الدنيا على تويتر، وساعتها الموضوع ممكن هو يوصل للنادي والنادي يعاقبك او يوقفك حتى لو هو وقت حدوث الفعل نفسه ما كانش عنده اي مشكله، ولكن بسبب الصخب الجمهوري اللي بيحصل على الموقف المعين اللي انت عملته النادي بيحتاج اللي هو ياخد ضدك موقف. واللعيب ده من غير ما نعرفه هو اكيد عنده حق، لان حط نفسك كده مكان اللعيب ان انت دلوقتي لما بتلعب انت مش بس محاط بالكاميرات اللي حوالين الماتش او المايكات او ايا يكن، انت محاط ب 60 او 70 الف متفرج كل واحد فيهم معاه موبايله ممكن هو يصورك لو عملت موقف معين، ممكن ينزلها في نفس الدقيقه اللي حصل فيها الموقف ده، ويا باشا الناس بتموت في الفضائح يعني. او شايف يا اخي كل الاسباب دي بقى كافيه جدا تخلي اللاعب لما يجي يتكلم في اي حاجه في الماتش يحط ايده على بقه، بس نفس الحركه دي ممكن تعرض اللاعب اللي هو يتعاقب حتى لو هو بيتكلم عادي او مع المدرب بتاعه او مع زملائه. فالقرار كده كده تحت النقاش ولسه الناس مش عارفه هو يطبق القرار ده ولا لا، بس في رايي نسيب الكوره في حالها يا جماعه عشان الدنيا مش ناقصه. فاحنا ممكن ان احنا نحارب العنصريه بشكل مختلف، يعني مثلا ننفذ عقوبات غشيمه قوي على اللعيب اللي هيصدر منه اي افعال عنصريه، مثلا وقف سنه مع الشغل والنفاذ، فبالتالي اللعيب هيخاف ان هو يتوقف سنه كامله فيحترم نفسه، ولو ما احترمش نفسه يعني يتاخد بالجزمه يستاهل. بس المهم يا اخي ده كان رايي، انا محتاج ان انا اسمع رايك انت في الكومنتات تحت. وقبل ما نقفل الحلقه عايز اقول لك ان احنا هنا في الكريتورز ستوديو، امين الحاجات الحلوه دي كلها كريتور ستوديو. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصل لك الحلقات الجايه، وبننزل حاجات تانية كتير على القناه. فالى هنا تنتهي الحلقه و سام مرسي.